أجيب لك إيه وأنا جاي؟ هات قفال أقفل بيها باب الحزن، وهاتلي معاك شوية صبر، وهاتلي الخواطر جبر، وهات صورة للذكرى في قلبي محفورة، هاتلي أمان وضحكة طالعة من القلب. أقولك علشان ما تتلخبطش، هات العمر من الأول، وهات حبايبنا من تاني، وهات العزوة واللمة، وهات الجيرة والصحبة، وهات لي قلب ما يسودش، وعيون جميلة ما تحسدش، وعيش وملح يتصان. نسيت أقولك، تجيبوا ايه تاني معاكم؟ نجيبوا لكم حاجة حلوة بجد في الزمن اللي احنا فيه ده. بجد كلنا محتاجين حاجة حلوة ندوها لبعض، الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة، المعاملة الكويسة. كل الحاجات دي يا جماعة بجد احنا محتاجينها قوي 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 في الأيام اللي احنا فيها دي. ولازم كلنا نقفوا جنب بعض، حتى لو بالكلمة مش لازم بالفعل. لان بجد احنا دلوقتي بنمر بوقت صعب جدا جدا، يعني كلنا مش متحملين الوقت اللي احنا فيه. انا حبيت اقول لكم المقولة دي، قالها الشاعر صلاح جاهين، بجد لفتت نظري جدا لما قريتها. وحسيت بجد ان كل واحد فينا بجد محتاج الحاجة دي، لان كل واحد فينا بابه مقفول عليه، اللي فيه التعب واللي فيه الحزن واللي فيه حاجة ممكن ما فيش اي حد ممكن يتحملها. بس ربنا طبعا جعل لنا الصبر دواء، وان احنا لازم نصبر. ودايما الله سبحانه وتعالى بيقولك ان الله مع الصابرين. ودايما ربنا بيدي الواحد الابتلاء على قد ما هو يقدر يستحمله. وطبعا بيكافئنا على كل ابتلاء هو بيديهولنا، وكل وجع احنا بنتوجعوه دي حسنة عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله على نعم ربنا، نعم ربنا كتيرة جدا جدا جدا. يعني شايفين المناظر اللي قدامكم دي؟ شايفين كان جمال البحر، شايفين السماء، بجد الشوارع جميلة هادية. بصوا، هي الدنيا ما اتغيرتش، بس بالعكس الناس والنفوس هي اللي اتغيرت. بس هنفضلوا حتى لو 100 سنة قدام هي بلدنا واحدة، وشوارعنا واحدة، وبحرنا واحد، وسمانا واحدة. بس المشكلة يا جماعة زي ما بقول لكم في الناس وفي النفوس. الناس بقت، في ناس معاملتها صعبة جدا، يمكن نقوله عشان الكرب اللي احنا عايشين فيه. بس يعني مش عايزين الطبع يغلب على الواحد، عايزين كلنا نبقوا كويسين مع بعض، وكلنا نحب بعض، وكلنا يبقى في بينا معاملة طيبة، وكلنا نجبره بخاطر بعض. والله يا جماعة جبر الخواطر ده على الله. والله سبحانه وتعالى قال لك ان جبر الله يعني احلى حاجة الجبر ده، ان انتي تجبري بخاطر حد لو انتي شايفاه بجد محتاج، حتى لو مجرد كلمة. والله العظيم مجرد كلمة. يعني بصوا بصوا اللي نايم في الشارع ده، يعني ولا اربع حيطان مداريينه، ولا بيقدر يعني عايش بني ادم عايش في الشارع. قولي لي ده مثلا بيخش مثلا الحمام ازاي، بياخد شاور ازاي، بياكل ازاي، بيشرب ازاي؟ كفايه ان هو بينام في الطل. واشوفكم على خير ان شاء الله، ومع السلامه.